ولا كان ليها لازمه المشاهد اللي قدامنا دي نشوفها. واحد هيطلع يقول لي عملوا معانا في المغرب اكتر من كده، وصلت ان يبقى في سلاح حاد. اقول لك انت استفدت ايه؟ النادي الاهلي النهارده باللي انت عملته ده اتضر ما استفادش. هيبقى في عقوبات على النادي الاهلي، الاهلي داخل على ادوار حسم دلوقتي. الاهلي لما يلعب سان داونز، لو القرعه وقعته في سان داونز، يروح يلعبهم هناك في بريتوريا الساعه 3 العصر والملعب ما فيهوش نفس، ويجي يلعبهم ماتش هنا في استاد القاهره من غير جمهور، يبقى انت كده قتلت النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي النهارده كان الاهلي لازم يرد عليهم في الملعب، يكسبهم ويطلعهم من البطوله ويخليهم يروحوا والبعثه كلها تروح دموعها على خدودها. انما المنظر اللي احنا شفناه ده ما ينفعش وما يليقش بالكره المصريه. ومش هقول لك انا باخد حق والكلام ده، دي رياضه واحنا عرب وخلينا احنا احسن واخلاقنا احسن، دي نقطه. والنقطه الاهم بالنسبه لجمهور الاهلي ان الاهلي هيتعملوا عليه عقوبات مش اقل من ماتشين ل3 بدون جمهور على ارضه، زي ما حصل مع الجيش الملكي باللي عمله. ما هو برضك خد ماتشات عقوبات بدون جمهور على ارضه وانت داخل على مراحل حسم. فكده يعني ربنا يستر جمهور الاهلي ما يندمش على المشهد ده. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي رايك في الكومنتات واعمل شير وفول لايك. سلام.